السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسلية صباحك فل وورد مساءك. واتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن القانون الأول والتاني للتغيير، ولو ما شفتهمش هسيب لك الرابط تحت لأن مهم جدا تشوفهم. والنهاردة هنتكلم عن القانون التالت لتغيير السلوك وهو خليها سهلة. ما تيجي نشوف هنخليها سهلة ازاي. كل أيام الدراسة قسم جيري أولسمان الأستاذ في جامعة فلوريدا طلاب قسم التصوير الفوتوغرافي لمجموعتين، والمجموعة الأولى هي مجموعة الكم، والمجموعة دي طلب من كل واحد فيهم يصور 100 صورة. لو صور ال 100 صورة هياخد تقدير ممتاز، لو صور 90 صورة هياخد تقدير جيد جدا، ولو صور 80 صورة هياخد تقدير جيد، وهكذا بقى. وطلب من طلاب المجموعة التانية اللي هي مجموعة الكيف صورة واحدة بس، وبناء على الصورة دي هياخد تقدير ممتاز. وطبعا لازم الصورة دي تكون شبه مثالية عشان ياخد التقدير ده. وفي نهاية الفصل الدراسي اتفاجئ من صور مجموعة الكم عشان أحسن الصور كانت من المجموعة دي، لأن في خلال الفصل الدراسي كان الطلاب دول منشغلين بأخذ صور كتير، وجربوا تداخل الألوان والضوء، وجربوا طرق كتير وتعاملوا مع أخطائهم، وفي وسط عملية إنتاج مئات الصور اكتسبوا خبرة ومهارات في نفس الوقت اللي كانت فيه المجموعة التانية بتفكر إزاي هتاخد صورة مثالية. وفي النهاية ما كانش عندهم اللي يقدموه الا شويه خبرات، حتى كمان مش مختبره، كلام على ورق يعني مش متاكدين منها، وصوره واحده متواضعه. من السهل ان انت تلاقي نفسك عاجز عن التقدم وانت بتحاول تلاقي الخطه المثاليه للتغيير، عاوز اسرع طريقه لخساره الوزن، عاوز اسرع طريقه لبناء العضلات. فاحنا بنركز قوي على احسن الطرق واكترها مثاليه لدرجه ان احنا ما بنعرفش نبداها اصلا، وما نعرفش ان المثاليه عدو الانتاجيه. خد بالك هنا من حاجه مهمه جدا، انك تخطط وترسم وتتعلم حاجه، وانك تشتغل حاجه تانية خالص. فالتخطيط والرسم والتعلم مش هيوصلك لنتيجه ملموسه، بس الفعل هو اللي هيوصلك للنتائج. فانت لو قعدت تدور على نظام غذائي وتتعلم عن جسمك بس ما بتنفذش اللي بتعمله مش هتخس. وكلامك كل شويه عن الرياضه وعن صاحبك الفورمه اللي بيطلع بطولات مش هيخليك فورم، بس الفعل هو اللي هيوصلك للنتيجه اللي انت خططت لها. طب احنا ليه بنقعد نرسم ونخطط وندور ونتعلم بس ما بنعملش حاجه؟ اقول لك انا عسليه، احنا بنعمل كده عشان احنا فعلا محتاجين نتعلم اكتر ومحتاجين خطه، بس في كتير من الاحيان بنعمل كده عشان نحس ان احنا اتقدمنا من غير ما نخاطر بالفشل. فمحدش فينا بيحب ان حد يضحك عليه عشان هو ما عملش حاجه صح او عشان فشل يعملها. الناس اللي هم بتوع شمالة الخواطر دول، زي مثلا واحد عاوز يخس فتعلم عن الرياضه وفضل يزود معلوماته بس ما بداش رياضه، ولو سالته ما بداتش ليه هيقوم جاي قايل لك مش هعرف اجري، مش هعرف اعمل الحركه دي، لا ده الحركه دي صعبه عليا. طب افرض انا رحت يوم وما عدتش رحت تاني. عشان احنا كبني ادمين ما بنحبش نخاطر وبنحب نفضل في المنطقه الامنه ونقول اهي ماشيه، بس في الحقيقه بتبقى مكسحه مش ماشيه. فاحنا عاوزين نتجنب الفشل، وده السبب الاكبر اللي ما بيخليناش نبدا. عاوزين نتجنب الفشل، ومن السهل ان انت تفضل في حالتك دي وتقنع نفسك انك بتتقدم لانها بتحسسك بالانجاز، لكن انت في الحقيقه اصلا لسه بتستعد للانجاز. فتعلمك وتخطيطك استعداد للانجاز، ولما يتحول الاستعداد ده لشكل من اشكال التسويف فانت هنا محتاج تغير حاجه، لان انت مش عاوز تخطط بس، انت هنا محتاج تنجز. وعشان تنجز لازم تبدا بالفعل، ومش مهم تعملها زي ما انت راسم ومخطط بالظبط على التكه. المهم هنا انك تبدا بالفعل، لان مفتاح تكرار العاده هو الفعل مع التكرار، ومع التكرار العاده بتبقى اوتوماتيكيه وتعملها لا واعي، عشان كل مره انت بتكرر فيها فعل معين انت بتنشط دايره عصبيه مرتبطه بالعاده دي، وده بيدل على ان الممارسه من اهم الخطوات اللي تاخدها عشان ترسخ عاده جديده. وعشان كده الطلاب اللي صوروا صور كتير مهاراتهم اتحسنت، على عكس اللي صوروا صوره واحده وكانوا عاوزينها مثاليه. فالمجموعه الاولى مارسوا وصوروا كتير، انما الثانيه اكتفوا بالتعلم بس. وده يجاوبنا على سؤال غلط ناس كتير بتساله، محتاج وقت قد ايه عشان تبدا عاده؟ لان الوقت هنا مش هو العامل الاساسي. يعني مثلا ممكن افضل شهر امارس عاده معينه بس بكررها مرتين في الشهر، وممكن اعملها في نفس الشهر 300 مره. فالمهم المعدل اللي انت بتكرر فيه العاده، فمعدل التكرار هو اللي بيعمل الفرق. فعاداتك الحاليه ترسخت جواك على مدار مئات التكرار من المرات، وهكذا عاداتك الجديده محتاجه عدد كافي من مرات التكرار عشان تترسخ جواك. فعشان تبدا عاده فانت محتاج تمارسها، واسهل طريقه لممارسه العاده هي الالتزام بالقانون الثالث لتغيير السلوك وهو خليها سهله. فالطبيعه البشريه بتوجب علينا ان احنا نستعمل قانون الجهد الاقل. طب ايه هو قانون الجهد الاقل ده؟ اقول لك عسليه، هو ان احنا لما نيجي نختار بين حاجتين شبه بعض بنختار الحاجه اللي بتتطلب جهد اقل. بمعنى انت لو جعان دلوقتي ومعاك فلوس وتليفونك معاك، فقدامك حاجه من الاثنين، يا اما تطلب اكل من بره يا اما تقوم تعمل اكل لنفسك. فبنسبه كبيره جدا هتطلب اكل لان ده الخيار الاسهل بالنسبه لك. ومن بين كل الافعال اللي بنعملها فالفعل اللي هنعمله هو اللي هيقدم لنا اكبر قيمه مقابل اقل جهد، عشان احنا بنتحفز للحاجات السهله، وكل فعل متطلب جهد معين من
من الطاقه، وكل ما كانت الطاقه اكبر كل ما كان الفعل مرجح انه ما يتعملش. زي لو حطيت هدف لنفسك انك تعمل 100 عدة ضغط في اليوم، فده يكون محتاج طاقه كبيره جدا، وفي البدايه انت هيكون عندك دفعه تحفيز وطاقه عشان تبدا، بس يومين ثلاثه هتبقى من الشباب الفاكهه اللي التمرين انهكها عشان بذلت مجهود ضخم. وفي نفس الوقت الالتزام بعدة ضغط واحده مش محتاج منك كل المجهود ده، وكل ما تطلبت العاده جهد اقل كل ما كان من المرجح انها تحصل. وبص على اي سلوك بياخد جزء كبير من حياتك هتلاقي تقريبا مش محتاج مجهود، زي تقليب في السوشيال ميديا والفرجه على التلفزيون بيسرق مننا تقريبا يومنا كله عشان بنعمله من غير جهد. وكل عاده بمثابه عقبه في سبيل اللي انت عاوز توصل له. يعني مثلا الالتزام باكل صحي ونظام غذائي عقبه في طريق الجسم الرشيق، وتسجيل يومياتك عقبه لوصولك لدماغ رايق وما فيهوش دوشه كتير وبيعرف يفكر بوضوح، عشان الكتابه بمثابه تفريغ الدماغ، وانت في الحقيقه مش عاوز العاده نفسها، انت عاوز النتيجه اللي وراها. وكل ما كانت العاده اصعب كانت المعاناه اكتر عشان توصل للي انت عاوزه. وعشان كده من المهم انك تخلي عاداتك سهله عشان تعملها حتى من غير رغبه، ولو خليت عاداتك الحسنه سهله هيكون من المرجح اكتر انك تلتزم بيها. وبالتاكيد انت تقدر تعمل حاجات اصعب بكتير، بس هيجي عليك ايام هتحس فيها بالاستسلام، وفي الايام دي ضروري تخلي عدد كبير من العوامل في صالحك بحيث تعرف تتغلب على التحديات اللي بتواجهك في طريقك. عاوزك تتخيل معايا كده انك ماسك خرطوم ميه وواقف تروي الزرع، والخرطوم ده متني من النص والميه مش طالعه كتير زي ما انت عاوز، والتانيه اللي في الخرطوم دي عامله مشكله وانت عاوز ميه اكتر. فهل من المنطق هنا انك تروح تفتح الحنفيه اكتر ولا انك تفك العقده اللي في الخرطوم؟ لا طبعا هفك العقده اللي في الخرطوم عشان مفيش اي حاجه تقف في طريق الميه. ومحاوله الزام نفسك بعاده صعبه زيها بالظبط زي محاوله اخراج كميه كبيره من الميه من الخرطوم المتني، فلو التزمت بالعاده الصعبه هتحتاج جهد اكبر والتوتر هيزيد عليك. وفي نفس الوقت لو كانت العاده سهله عليك اكنك بالظبط فكيت العقده اللي كانت في الخرطوم، فبدل ما تواجه الصعوبات ببساطه كده اتخلص منها. واحده من احسن الطرق لتقليل الصعوبات المرتبطه بالعادات هي تنظيم البيئه، واتكلمنا عن تصميم البيئه ده فين في القانون الاول لتغيير السلوك يا استاذ. فانت لو عاوز تذاكر ما تذاكرش على التليفون عشان التليفون مليان العاب وبرامج وكل دي مشتتات وعقبات في طريق المذاكره. ولو عاوز تروح الجيم اختار جيم يكون في طريقك وانت راجع من الشغل مثلا، او قريب منك ما يكونش في اول البلد وانت في اخرها مثلا. ولو عاوز تلتزم نظف السوشيال ميديا بتاعتك كلها وامسح التيك توك منصة الرقص دي، وتختار حاجة تتماشى مع يومك. يعني مثلا ما تجيش تقول لي انا همشي ساعة كل يوم وانت اصلا ما عندكش وقت، ممكن تخليها 10 دقايق جري مثلا او ربعاية. بص يا صاحبي مشي الدنيا ما تصعبهاش قوي على نفسك. الشركات اليابانية شددت جدا على مصطلح اسمه الانتاج الخالي من الصعوبات، وكانت بتسعى بجميع الطرق انها تشيل الهدر بجميع صوره من عملية الانتاج، لدرجة ان هم اعادوا تصميم البيئة بحيث ان العمال حتى ما يلفوش يجيبوا اي حاجة من وراهم، لان هم بكده بيضيعوا وقت. مش يبقى هو واقف في اول مكان الشغل وحاجة هو محتاجها في اخر مكان الشغل وحاجه تالته محتاجها في الجنب التاني، واحنا هنشتغل امتى؟ لا العامل شغال وكل حاجه قدامه يا دوب بس بيمد ايده ويجيب دي من هنا ويجيب دي من هنا. وكانت نتيجه كده ان المصانع اليابانيه بقت اكتر كفاءه، والعمال اليابانيين بقوا موثوقين اكتر من نظائرهم العمال الامريكيين. فالشركات اليابانيه دورت على كل نقطه كانت بمثابه عائق واتخلصت منها، فقللوا الوقت والجهد المهدور، فبالتالي الانتاج زاد. وعشان كده تنظيم البيئه مصدر راحه كبير. ولو بصيت على اكتر المنتجات اللي بتساعدك تكون عاده هتلاقي ان من احسن الحاجات اللي بتعملها هي انها بتتخلص من الصعوبات اللي بتواجهنا، زي مثلا التسوق اونلاين بيوفر عليك وقت وتعب في لف وفرهده عشان تلاقي اللي انت عاوزه. بقى من السهل عليك ان انت تجيب كل اللي انت عاوزه وانت قاعد مكانك. وخدمات توصيل الاكل وفرت عليك ان انت تقوم تطبخ وتعمل اي حاجه لنفسك. فالفكره هنا هي خلق بيئه يكون عمل الصح فيها اسهل ما يمكن، عشان اغلب معارك بناء العادات الحسنه بتتلخص في انك تلاقي طرق عشان تتخلص من الصعوبات المصاحبه للعاده وزياده الصعوبات المصاحبه للعادات السيئه. وواحده من افضل الطرق اللي بتخلي العاده سهله هي تجهيز البيئه للاستخدام المستقبلي. واحد كده مش عارف انطق اسمه مطور تكنولوجيا معلومات، والراجل ده فاهم قوه تجهيز البيئه، وكان بيستخدم استراتيجيه بيسميها اعاده الغرفه لوضعها الاصلي. على سبيل المثال كان لما يخلص فرجه على التلفزيون كان بيرجع الريموت مكانه على ترابيزه التلفزيون ويرتب الكنبه اللي كان قاعد عليها، وكان لما يخرج من العربيه بتاعته كان بينظفها ويرمي اي زباله كانت فيها. والهدف من الاستراتيجيه دي مش بس ان هو ينظف مخلفات الفعل اللي هو عمله، لا ده هو بيجهز نفسه للفعل الجاي، وبيقول ان الناس بيفكروه مرتب وبيشتغل وبيتعب عشان ينظم الحاجه اللي هو بيعملها، لكنه في الحقيقه كسول، شخص كسول عنده نظره مستقبليه، وده بيوفر له وقت كبير جدا. فانت كل ما تجهز مكان لاستخدامه فانت كده بتسهلها على نفسك لما تيجي تستخدمه المره الجايه. فانت مثلا خلصت مذاكره فوضبت المكتب بتاعك، فانت كده بتجهزه عشان لما تيجي تستخدمه تاني تلاقي الدنيا سهله معاك، مش لسه هترتب وتشوف الكتب فين والقلم فين والهايلايتر فين وانا كنت حاطه هنا ولو راح فين
يا جدعان، وتقعد تزعق وتصيح وتضيع وقتك وليله كبيره ساعات. ولو عاوز تروح الجيم، جهز الشنطه والكوتشي بتاعك وازازه الميه للمره الجايه. عاوز تاكل اكل صحي، جهز الخضار بتاعك وقطعه، واغسل الفاكهه وحطها في التلاجة عشان لما تيجي تستخدمهم يبقوا جاهزين على الاستخدام. وهكذا بقى يا عسليه، جهز اي حاجه بمجرد ما تخلص معاك عشان لما تيجي تستخدمها تاني تبقى اسهل عليك. والجميل هنا بقى ان انت ممكن تعكس المبدأ ده وتجهز بيئتك بان انت تخلي العاده السيئه صعبه. زي مثلا لو انت لقيت ان في وقت كبير بيضيع منك قدام التلفزيون، ممكن بعد ما تتفرج على البرنامج اللي انت عاوزه او الماتش تقفله على طول وتشيل حجار من الريموت وتوديها في حته بعيده عن الريموت. ولو دي ما نفعتش معاك، ممكن تزود الامر صعوبه ان انت بعد ما تتفرج على الماتش اللي انت عاوزه تفك التلفزيون وتعينه، وساعتها مش هتطلع التلفزيون الا فعلا لو كنت محتاجه. او التليفون اللي عمال يشتتك ويلهيك عن شغلك ومذاكرتك ممكن تسيبه في اوضه تانيه وتعمله صامت، وبكده هتلاقي صعوبه في ان انت تروح تجيبه الا اذا كنت محتاجه فعلا. ومدمنين السوشيال ميديا ممكن تشيل التطبيقات من على الصفحه الرئيسيه وتقفل الاشعارات بتاعتها عشان ما يبقاش سهل عليك جدا اول ما تفتح التليفون تفتحها على طول، ولو انت محتاجها فعلا هتدور عليها وتفتحها. ولو دي ما جابتش نتيجه معاك ممكن تمسح التطبيق اصلا، ودي الخطوه الاصعب. فكل ما زادت الصعوبه كل ما قلت احتماليه حصول العاده. لو انت عاوز تغير السلوك كأب او مدرب او قائد او سلوكك انت شخصيا، فاسال نفسك السؤال ده: ازاي اصمم بيئه يكون فيها الصح هو اللي سهل؟ طبعا زي ما احنا عارفين، اينما ذكرت عاده جديده ذكر التسويف. هبدا في الورد بتاعي بكره، هبدا اروح الجيم بكره، انا من بكره هعمل رجيم، ومن اول يناير خلاص هشيل حديد. وعشان نتخلص من المشكله دي هنستخدم قاعده الدقيقتين. طب ايه هي قاعده الدقيقتين دي؟ اقول لك انا عسليه. قاعده الدقيقتين دي هي انك تمارس العاده الجديده بتاعتك لمده دقيقتين بس، ما تزودش عن دقيقتين، عشان انت لما تمارسها لمده دقيقتين عمرها ما هتبقى صعبه عليك. زي مثلا انا هقرا النهارده في المصحف لمده دقيقتين، او هتمشى النهارده لمده دقيقتين، او هقرا في كتاب لمده دقيقتين، او هذكر ربنا لمده دقيقتين. البقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ودول احب الكلام الى الله. والفكره هنا انك تخلي العاده سهله البدء على قد ما تقدر. النور قطع يا جدعان. وكل شوية عيد الحزن اللي احنا فيه ده. فما ينفعش العاده الجديده تكون صعبه عشان تعرف تكملها، وعشان تطور عاده محتاج تكونها الاول. وقاعده الدقيقتين دي بمثابه عاده مفتاحيه توصلك لمسار اكتر انتاجيه. وعشان توصل للعاده المفتاحيه اللي هتوصلك للنتائج اللي انت عاوزها، انت محتاج تصنف اهدافك من سهله جدا لصعبه جدا. يعني مثلا انت عاوز تحفظ القران، هتحفظ كل يوم ايه سهله جدا، وبعدين تزود شويه يبقى ايتين سهله، وبعدين 5 ايات متوسطه، وبعدين 10 ايات صعبه، وبعدين ختم القرآن صعبة جدا، وتاخدها من اول السهلة جدا لحد ما تتعود عليها. فانت ممكن ما تعرفش تخلي العادة كلها اوتوماتيكية، لكن تقدر تخلي الفعل الاول منها اوتوماتيكي، فيسهل عليك البداية والباقي هيجي بعدين. لان انت بمجرد ما تبدأ حاجة وركزت فيها هتكملها. زي مثلا لو اتفرجت على فيلم هندي وركزت معاه هتكمله حتى لو انت عارف ان هو وحش، وبعد ما يخلص تقول له اذكر انا كنت بتفرج عليه. والاستراتيجية دي حلوة عشان حاجة كمان بتعزز الهوية اللي انت عاوز تبنيها. واللي ما تعرفش يعني ايه هوية اتفرج على الحلقة دي. وحتى لو انت ما بتحفظش الا آية واحدة بس بتداوم عليها، فانت كده بتعزز هويه حفظ القران عندك، وتاكد على نوع الشخص اللي انت عاوز تكون عليه. واحنا نادرا ما بنفكر بالطريقه دي عشان بنبقى مشغولين بالناتج النهائي. فتمارين الضغط واحده احسن من ان انت ما تتمرنش خالص. وكتابه سطر واحد في يومياتك عشان تفرغ دماغك من اللي هي فيه ووجع الدماغ اللي انت كنت فيه طول النهار احسن بكتير من ان انت ما تكتبش اصلا. والقراءه لمده دقيقتين احسن من ان انت ما تفتحش الكتاب اساسا. فكونك بتعمل حاجه اقل من اللي انت عاوزها احسن من ان انت ما تعملهاش اساسا. وبعد مده كده لما ترسل العاده وتعملها كل يوم هتعرف تدمج مع قاعده الدقيقتين حاجه الكاتب بيسميها تشكيل العادات. وده عشان تواصل في عاداتك لحد ما توصل للناتج النهائي. وده بانك تركز بس على اول دقيقتين، وبعد ما تتمكن من المرحله دي تخش على المرحله اللي بعدها، وبعدين اللي بعدها، وبعدين اللي بعدها، وكل شويه تزود صعوبه. مثال، وبالمثال يتضح المقال. لو انت عاوز تصحى بدري عشان تصلي الفجر وتبقى في ذمه الله، مش تموت يعني، لا، في رعايه الله. المرحله الاولى ان انت تروح بيتك قبل الساعه 10 كل يوم، ولحد ما تتعود ان انت تروح بيتك قبل الساعه 10 كل يوم هتخش على المرحله الثانيه، تروح بيتك قبل الساعه 10 كل يوم، وبعدين تقفل كل الاجهزه اللي في البيت، تليفون بقى، تلفزيون، بلاي ستيشن، اي جهاز في البيت تقفله. وبعد ما تتعود على المرحله دي تخش على المرحله الثالثه، تروح البيت قبل الساعه 10، تقفل كل الاجهزه، تدخل على السرير، تقرا ورد القران بتاعك واذكارك. وبعد ما تتعود على المراحل دي كلها طبعا وتتمكن منها، تخش بقى على المرحله اللي بعدها، تروح البيت قبل الساعه 10، تقفل الاجهزه،
تقرأ الورد بتاعك وأذكارك، تقفل كل الأنوار. المرحلة الأخيرة بقى تصحى تصلي الفجر وتبدأ يومك. وأي هدف في حياتك تقدر تحوله لسلوك تعمله في دقيقتين. وكده احنا عرفنا ازاي نخلي السلوك سهل عشان يخلي العادة الحسنة سهلة. طب نعمل ايه عشان نخلي العادة السيئة صعبة؟ اقول لك انا عسلية. احنا هنستخدم حاجة علماء النفس بيسموها أداة الالتزام. ايه هي أداة الالتزام دي؟ بص يا صاحبي، باختصار كده هو اختيار بتختاره دلوقتي عشان يتحكم في افعالك بعدين، بيلزمك بالعادات الحسنة ويمنعك من العادات السيئة. زي مثلا انت بتاكل كتير وعاوز تقلل اكلك، فممكن وانت تشتري اكل على قدك بس، يعني ما تجيبش حاجة زيادة عن اللي انت هتاكله. فبكده انت هتكون ما عملتش العادة السيئة اللي هي الاكل كتير. ولو مصاريفك كتير ومحتاج تقللها، ممكن تخش في جمعية هتجبرك ان انت ما تصرفش. الخلاصة لو انت عاوز تغرز عادة حسنة، اتفرج على الفيديوهين دول الاول لانهم مهمين جدا. وعشان تخلي العاده سهله، قلل الصعوبات وعدد الخطوات بينك وبين العاده الحسنه. جهز البيئه بتاعتك عشان تخلي العاده المستقبليه اسهل. استخدم قاعده الدقيقتين وادمجها مع طريقه تشكيل العاده. ولو عاوز تخلص من عاده سلبيه، صعبها وزود خطواتها عليك. واخيرا استخدم اداه الالتزام. وهنا نكون وصلنا لنهايه الحلقه، وفي الحلقه الجايه ان شاء الله المكافاه. فما تنساش تعمل اشتراك في القناه، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، شاركوا مع حبايبك عشان كله يستفاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.